تعالوا اقول لكم ازاي دخلت واحد من اهدى الاماكن اللي ممكن تخشها. يعني هنا مثلا محمد علي كان بيستقبل ملوك العالم وبيخطط لسنين جاية. المكان ده اسمه متحف محمد علي باشا. اول حاجة شدتني كانت المسجد، تصميم عثماني جميل، الزخارف هادية، كل ركن فيه بيقولك ان الراجل ده كان بيهتم بالروح وبالذوق العام زي ما كان بيهتم بالحكم بالظبط. بعد كده لقيت نفسي قدام الساعة، دي هدية من ملك فرنسا ولسه شغالة لحد دلوقتي. الساعة أي نعم هدية من ملك فرنسا، لكن المبنى نفسه مبني على الطراز المغربي. دخلت بعد كده على حتة اسمها السرايا. المكان ده أول ما دخلته حسيت بالفخامة وإني رجعت فعلا 100 سنة ورا. المكان ده كان بيقابل فيه كبار الزوار بتوع العالم، كل حاجة فيه بتشاور على الفخامة. لكن المفاجأة كانت لما دخلت متحف الصيد، قاعة فيها حيوانات محنطة من كل الأنواع، أسود ونمور، غزلان، كل واحدة متعلقة في وضع كأنها لسه عايشة. المكان بيقول قد إيه محمد علي كان شغوف بالصيد، وقد إيه كانت المغامرة جزء من شخصيته. المتحف ده تحسه جوه فيلم، مش بس مكان للعرض. وفعلا العين بتلف من كتر التفاصيل. ولما دخلت البيت اللي كان عايش فيه حسيت بالبساطة، اوض مترتبة على الطراز القديم، مطبخ صغير وبلكونات بتطل على النيل كأنها بتنادي على زمن راح وما رجعش. المكان هنا مش بس متحف، ده كتاب مفتوح بيحكي من غير كلام، وكل حكاية جواه بتفكرك ان التاريخ مش بيعيد نفسه، ده حوالينا في كل حتة في مصر. ودي كانت رحلتنا النهاردة. متنساش تعمل لايك وفولو لو عجبك الفيديو، وما تنساش ان كل مكان ليه حكاية، واحنا هنا علشان نحكيها لك. شكرا لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي.